الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل نوحا فجعله عبدا شكورا، وأرسل أيوب فجعله عبدا صبورا، وألقى بقميص يوسف على وجه أبيه فارتد بصيرا، وأرسل إلينا سيدنا محمد رسول الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس دونه شيء، خلق العالم كله من أوله إلى آخره ولم يستعن منه بشيء. إلهي، الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. إلهي يا رب، يا من خلقت آدم من غير أم ولا أب، وخلقت عيسى من أم بلا أب، وجعلت سليمان يكلم من يأكل الحب، وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم حبا ليس قبله ولا بعده حب، فرج اللهم همنا جميعا وهم كل من ناجاك الآن وقال يا رب يا رب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله، هو القائل في سنته، اسمع وصل عليه، هو القائل في سنته: من بات كالا من عمله بات مغفورا له. صدقت سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أغر عليه من النبوة خاتم، من الله ميمون ينوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي لاسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. صلى عليك الله يا علم الهدى. أما بعد، أيها الإخوة المعزون الكرام، أسأل الله جل وعلا ونحن في هذا الملتقى الذي يذكرنا بلقاء الله وبالآخرة أن يتغمد والدنا الراحل بواسع رحمته، وأن يبدله بدلا من سيئاته حسنات، فاللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، فأنت الغفور الرحيم، ولم تسمي نفسك الغفور الرحيم إلا من أجل كل واحد منا يريد مغفرة من الله العزيز الرحيم. فأسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته. يا من وسعت رحمتك كل شيء، ارحمنا فأنت الرحيم الرحمن. فأسأل الله الذي أمره بين الكاف والنون، الذي إن شاء أن يقول للشيء كن فيكون، كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك، أن يجمعنا تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يسقنا جميعا من يده الشريفة الطاهرة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أحبابي في الله، ماذا يريد الله؟ اسمع هذا سؤال أطرحه على مسامع حضراتكم جميعا وأنا معكم، فكلنا مذنبون، كلنا في هذه الحياة تائهون، كثير منا لا يفطن لماذا خلقنا الله، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا.
كي ننال رحمته ومن الرسول شفاعته. فأخي الحبيب أعرني سمعك وقلبك وكيانك الآن، حتى والله إن فتحت باب قلبك الآن للتوبة فتح الله لك الآن بعد هذا الباب الذي تفتحه من قلبك للتوبة، فتح الله لك باب الأوبة وباب القبول وباب شفاعة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إن سألت أي أحد من حضراتكم الآن أنت عايز إيه في الآخرة، عايز ربنا يعمل معاك إيه، هتقول إيه؟ ربنا يرحمني ويستر علي وأدخل الجنة. هذه هي أسمى أمنياتنا في حياتنا الدنيا. لذلك تعالى بنا لنعمل جميعا بقول ربنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ أعدت للمتقين. طب مين هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكيف تتقي الله سبحانه وتعالى؟ عد بنا إلى ما يقرب من شهر إلى فريضة فرضها الله على أمة رسول الله، وسمعوني الصلاة عليه يا رجالة. فرضها الله على أمة رسول الله ألا وهي الصيام. وهذه الفريضة إن عملت بها وحققت فيها مراد الله تحقق فيك بقية العام. هذه الغاية التي من أجلها فرض الله علي وعليكم وعلينا جميعا الصيام. صل على رسول الله. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وكتب هنا بمعنى فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طب أنا سامع واحد دلوقتي بيقول إحنا في شوال يا عم الشيخ، وشهر شوال قرب ينتهي، وإحنا الحمد لله ما صدقنا انتهينا من شهر رمضان. أقول هي دي المصيبة. ليه؟ صحابة سيدنا رسول الله كانوا يستقبلون رمضان 6 أشهر ويودعونه 6 أشهر. احسب الميزانية دي في عقول هؤلاء الأطهار الأبرار، وكأنهم كانوا يعيشون النفحات الرمضانية طوال العام. طب ربنا فرض علينا الصيام ليه؟ عشان التقوى. يعني ايه؟ يعني لو رمضان انتهى علينا جميعا وحزننا على رمضان وقلبنا دين فطر على انتهاء رمضان، اعلم بأن صيامك مقبول. ولكن إن اشمأزت نفسك وضجرت جوارحك وحزنت، اتعبت من كتر الصيام، كفاية بقى احنا تعبنا يا أخي 30 يوم الصيام، جوع وعطش. ما هو ربما صائم لا يجني من صيامه إلا الجوع والعطش. ما هو في طول النهار غيبة ونميمة وحلف بالطلاق وسبدين وعقوق والدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيها السادة المستشارين اللي قاعدين دلوقتي، أنا ما أقصدش طبعا شهادة الزور اللي ملت المحاكم ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا، أنا أقصد شهادة الزور بالغيبة، دي شهادة زور. النميمة شهادة زور. إنك تهمز واحد أو تغمزه كده عشان تتكلم على واحد معدي قدامك وانت قاعد على مصطبة العصرية، دي برضو شهادة زور. إن انت تتكلم على واحد في حقه شهادة زور. واحنا طول النهار بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج. سيدنا النبي لما قال لأحد الصحابة سيدنا معاذ قال له ايه؟ أمسك عليك هذا لسانك أمسك عليك هذا. فقال لسيدنا رسول الله: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نقول؟ يعني الكلام ده احنا بنضحك شوية يا أخي، بنفرفش شوية، بنعدي القعدة النكد اللي احنا قاعدين فيها ده. سمعت؟ صلي على سيدنا النبي. احنا بنعدي بس نفرفش كده شوية، مش طول النهار هم وغم بننسى اللي احنا شفناه في يومنا. أقول لك لا. فقال لسيدنا رسول الله: أو إنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ فقال له: ثكلتك أمك يا معاذ،
وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ تمني وانت حافظين قول الله سبحانه ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. ايه هي الحطمة؟ وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ايش معنى قال الأفئدة؟ لأن دي مضغة في الجسد. قال سيدنا رسول الله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وإحنا بنسميها وبيسميها جمهور العلماء دي الترمومتر اللي ربنا وضعه في جسمك كده بيعرف درجات أعمالك، بيقيس درجات الحياة اليومية اللي انت بتعيشها. ما ربنا سبحانه وتعالى لو لم يكن يعلم السر وأخفى لسبقنا المنافقون إلى الجنة. ما هم مسكين السبحة للنهار ومعانا في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ومش بيسيبوا الناس في أحوالهم. طول النهار بتعامل بالرشوة والربا ومورب لك الجرد كده عشان تحط الحتة الفلانية البيضة والحمراء مش عشان مش يوقف بصالح الناس. يا أخي اتق الله، يا أخي لا تطعم زوجتك وأولادك إلا بالحلال. يا أخي لا تكون سببا في قطع أرزاق العباد، أخيك المسلم في مهنتك أو زميلك في وظيفتك. يا أخي اتق الله، اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال وقولوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ومين والمؤمنون. ويوم القيامة ترد إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رحم الله زمانا متصلي على سيدك النبي وسيبك من اللي قاعد جنبك وماسك ودانه نازل حارت وواكل في دانه دلوقتي. سيبوا 10 دقائق لله، يمكن ال10 دقائق دول يبقى آخر دقائق للشيخ رجب أبو مطر تشوفوا فيهم فيلقى وجه الله بنية صالحة. أسأل الله أن أكون أنا وأنتم منهم، اللهم آمين. يا حبيبي اسمع واعتبر، فوالله لا أحدثك إلا عن الله ورسوله، وما دمت أحدثك عن الله ورسوله فهذه الكلمات إما أن تكون حجة لنا أو علينا. فرحم الله رحم الله زمانا كان الرجل إذا أراد أن يخرج لعمله بعد صلاة الفجر، مش الساعة 10 الصبح على ما يشرب فنجان القهوة كده ويصبح على الأستاذة فلانة والبشمهندس علان يكون الظهر أذن ويروح ياخد له في صلاة الظهر ساعة وبعد كده مصالح الناس واقفة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان الرجل في الزمن الصالح إذا أراد أن يخرج لأداء عمله بعد صلاة الفجر متوكلا على الله كما حدثنا رسول الله فقال لنا جميعا معلما إيانا إلى يوم القيامة لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم. اسمع أيها المؤمن الموحد، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. عمرك سمعت عن طير من الطيور عنده ديب فريزر في البيت حاطط فيه أكل يكفيه شهر و2؟ لا، الأمور دي مش بتحصل عند بني آدم. ويمكن الأكل ينتهي ويفسد وتنتهي صلاحيته جنبه واحد فقير مسكين محتاج نص كيلو لحمة ولا حتة فرخة كده زي اللي هو بياكلها هو وعياله كل يوم، ولا نص كيلو سمك، ويقول لك لا اقفل يد الباب ما تفتحش الباب إلا لما نتغدى، خايف واحد يخش عليه يكون محتاج حاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرحم الله زمانا كان الرجل إذا أراد أن يخرج لأداء عمله بعد صلاة الفجر تعلقت زوجته بثيابه وقالت له يا فلان اتق الله فينا فإننا نستطيع أن نصبر على جوع الدنيا ولا نستطيع أن نصبر على حر نار جهنم يوم القيامة. طب تعالى دلوقتي كده لما البيت بتاع العيلة أبوك الحاج ربنا يديله الصحة أو يرحمه إن كان مات، البيت يكون فيه 3-4 أخوات في البيت وفي سلايف، اللي انت جايبها دي متفقة هي وأمها قبل ما تدخل البيت هتخلي فيه حريقة، وهي عازلة بنتي هتعزل لوحديها
دخلت عينة سلفتها وشافت الشاشة 32، واخد بالك، تقول لك لا هي احسن مني من الدبلوم ده، انا معايا بكالوريوس، انا عايز اجيبها 52 ولا 55 بوصه. عينتها غسالة مروحين تقول لك انا هجيبها، مش هحط راسي براس، لازم اكون اعلى منها، اغير الفرش، اجيب نجف في البيت، اجيب مروح بالريموت، اجيب مش عارف ايه، وتدين الراجل بقروض وحاجات تجيب لنا النحس في البيوت، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فإن دل هذا فإنما يدل على أننا ابتعدنا عن كتاب ربنا وهدي نبينا محمد. لذلك تبص لكل واحد فينا مصاحب واحد عشان خاطر مصلحته، معلش الكلام بتاعي اصله بوجعني انا قبل وجهه والله، بس هو دي الواقع. ما تصلي على سيدنا رسول الله، تصاحب دي عشان خاطر مصلحته، وساعة ما تنتهي المصلحة كل يوم والتاني التليفون كان يرن، يا استاذ فلان عامل ايه، يا دكتور فلان عامل ايه، طب خلصت المصلحة عمل له حظر بقى ولا اكلمه ليه انا مش فضيله. لا، هذه اسمها اخوة المصالح، انما اخوة الدين هي اقوى وأمتن من أخوة النسب والدم. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة. وأختم حتى لا أطيل النفس بحديث عجيب يتعجب له كل من يشهد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وكعب بن الربيعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم فقال كعب بن الربيعة، عفوا سعد بن الربيعة، يا عبد الرحمن، خد بالك بقى من الكلام العجيب ده هو، والله عمره لا حصل ولا هيحصل. ليه؟ ولما العجب؟ لأن هؤلاء رباهم حضرة ومقام رسول الله محمد. قال سعد لعبد الرحمن، يا عبد الرحمن، لقد علمت الأنصار أنني أكثرهم مالا، أني أغنى واحد في مركز الحسينية، ما فيش أغنى مني، وعندي امرأتان، فانظر أيهما تعجبك فأطلقها. خد بالك من الكلام يا عبد الرحمن، لقد علمت الأنصار أنني أكثرهم مالا، سأقسم مالي بيني وبينك نصفين، ولي زوجتان، فانظر أيهما تعجبك فأطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها أنت. تخيل كده واحد عنده 7 مليون 10 مليون وانت تروح تقول له ما تديني 5 يا أخي، ما سيدنا رسول الله حلل الموضوع ده اهو، وتجيب له الحديث تقول لك انت هتجيبني للنبي، هتجيبني للصحابة، طب عندك زوجتين يا أخي وانا مش قادر اتجوز، طلق ده اهي، ويتشاور له عليها قبل ما تقول فلان هيكون خارم عينك، صح؟ والله العظيم يمكن يكون يخبطك بسكينة ولا حاجة في رقبتك يقول لك ده جاي يعمل ويسوي. لا، ما تتعجبش، لأن هؤلاء طلقوا الدنيا واشتروا الآخرة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا تركوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ولي زوجتان فانظر أيهما تعجبك فأطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها أنت. شوف بقى العفة، رد عليه سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له قال له بارك الله لك في مالك وأهلك ودلني على السوق. أنا سامع واحد دلوقتي من آخر الصوان بيقول لك طب يا مولانا صلى على سيدنا النبي وزيد الصلاة عليه، طب يا مولانا من يتعفف الآن عفة عبد الرحمن بن عوف؟ أقول له الآن من يعطي عطاء سعد بن الربيع، زي ما هو مش هتلاقي ده، زي ما مش هتلاقي ده. لذلك أين القناعة؟ هي القناعة، فاحفظها تكن ملكا لو لم تكن لك فيها إلا راحة البدن، وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ يا أخي عم الحج إبراهيم رحمة الله عليه كان رجل مجتهد، ونحن نعلمه وإحنا أطفال صغار نحبه، كان رجل مجتهد في حياته، يسعى ليأكل بالحلال ولينفق على نفسه وزوجته وأولاده بالحلال. وقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا الأمر،
قال صلى الله عليه وسلم: من بات كالا من عمله، يعني تعبان من الشغل بتاعه، بات مغفورا مغفورا له. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يخرج أحدكم إلى الصحراء فيقطع ويتحطب، يعني يقطع الأشجار في يوم شديد الحرارة فيقطع ويذهب إلى السوق فيبيع ويشتري، خيرا له من أن يمد يده للناس يشحت. خيرا له من أن يمد يده للناس، إن شاء أعطوه وإن شاء منعوه. فأين أنا وأنت من هؤلاء الأبرار الذين توكلوا على الله وعملوا بسنة النبي المختار؟ فهيا بنا لنطلق الدنيا ثلاثا طلاقا بائنا، ونشتري الآخرة التي هي دار القرار عند الله الكبير المتعال. فاسمع مني يا أخي، والله لن ينفعك مال، ولن تنفعك زوجة، ولن ينفعك أولاد، ولن ينفعك إلا العمل الصالح. لذلك إذا مات ابن آدم وحمل على الأكتاف والأعناق ليذهب به إلى هناك ليوضع تحت أطباق الثرى والتراب، يتبعه ثلاث: يتبعه الأولاد، ويتبعه المال، ويتبعه العمل، فيرجع اثنان: يرجع الولد ويرجع المال، ولم يبقى معه في قبره إلا العمل. فاعمل لآخرتك يا أخي كأنك تموت غدا، واعلم أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. فوالله لو لم يكن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ما فتح لنا باب التوبة على مصراعيه. فهو الذي قال سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وسامحوني على إطالة النفس، وتقبلوا عزائي لكم جميعا ولآل الشربيني في مركز الحسينية شرقية وجميع ضواحي مراكز محافظات مصر. فأسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا الملتقى ونرفع كف الضراعة إلى الله الآن أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته. اللهم تغمده بواسع رحمتك، اللهم تغمده بواسع رحمتك. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، وأنت غني عن عذابه. اللهم جاف الأرض عن جنبيه، اللهم وسع مدخله، اللهم وسع مدخله، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه. اللهم احشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنك تعلم أنه كان يحب القرآن ويحب أهل القرآن ويصوم ابتغاء وجهك يا حنان يا منان، ويحب أن يأكل بالحلال وربى أولاده على الحلال. فشفع فيه هذه الأعمال يا كبير يا متعال، وصبر زوجته وأولاده، وأربط على قلبهم بالصبر والسلوان، وعوضهم خيرا بعده يا رب العالمين. اللهم لا تدع معنا ولا بيننا في هذا الجمع العظيم الطيب المبارك مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا صاحب دين إلا أديته عنه يا رب العالمين. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا كل الذنوب، اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، وارفع عنا البلايا التي تحبس الدعاء، واشفنا يا ربنا من كل داء يا خالق الأرض والسماء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احفظ مصر وأهلها، واجعلها واحة للأمن والأمان، واحفظها يا مولانا بعينك التي لا تنام، واجعلها في أمانك وضمانك وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.